السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلنا مع بعض. صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة قلوبكم طيب. بصوا بقى، الروتين النهاردة مختلف خالص نهائي عن أي روتين عملته قبل كده. ف اول حاجه كده فطرت، وبعد ما فطرت كده باللي موجود الحمد لله فضل ونعم من عند ربنا وحلينا كمان. قلت كده اخش اجهز نفسي لان اليوم ده انا اللي همشي فيه، هروح عند والدتي. انا بسجلكم من عند ماما، فلو سمعتوا لولو بقى ولو سمعتوا صوت سمعتوا صريخ، مش عيالي بس، ده عيالي العيله كلها مجتمعه. عايزه اقول لكم ان انا بسجل في المطبخ، انا واقفه لكم في المطبخ عشان اعرف اسجل، انتوا متخيلين؟ فالحمد لله يعني الحمد لله. المهم انا ما كنتش عارفه البس ايه، فتحت الدولاب كده يعني بعد ما فطرت، قلت كده اخد دش كده لذيذ واجهز نفسي من بدايه اليوم. هتقولي انت هتتجهزي من دلوقتي؟ عايزه اقول لكم ان الواحده لما يكون معاها اولاد، استغلت بقى ان عيالي في الحضانه وانس في الوقت دوت كان مش فاكره كان نايم ولا كان ساكت بصراحه، مش متذكره. فقلت بقى ان انا ايه، اطلع بقى الدرس دوت، طلعته. وبعد كده قلت بقى اجهز نفسي وانا اقول لكم انا بعمل ايه، الخطوات اللي انا بعملها. اول حاجه بصوا، الشيفنج دي انا بقالي كده يمكن سنتين بستخدمها. منعت ان انا اروح بيوتي سنتر او مثلا اروح كوافير او اي حاجه. من ساعه ما بدات ان انا استخدمها سهله جدا وسريعه. بستخدم معاها بعديها ميه ورد، وبستخدم كحول. طب الكحول ده بتستخدميه في ايه؟ هقولك دلوقتي. قبل ما بتفتحيها كده جديده او استخدمتيها قبل كده، برش عليها من الجهتين كحول وبسيبها شويه، وبعد كده ببتدي بقى ان انا اشتغل بيها. طبعا برش ليه؟ بعقمها تمام، عشان بس ايه، تحسن بقى، ما يعملش حبوب، ما يعملش اي حاجه خالص، توديها تمام. المهم انا خلصت كده تمام. بعد ما بخلص بجيب منديل نضيف بمسحها واتاكد ان انا مسحتها من اي شعيرات، من اي تسخات، من اي حاجه خالص مكان الاستخدام. وبعد كده برضو بعقمها بالكحول وبقفلها وبس كده تمام. بس هي كده خلاص خلصت. يبقى كده الاستخدام قبل وبعد بستخدمها بالشكل دوت. ممكن الروتين النهارده يكون مختلف، معرفش هيعجبكم ولا لا، بس حبيت ان انا يعني ادق التفاصيل اشاركها معاكم، وده طلبا منكم. طلبت ان انا كل تفصيله صغيره اصورها، مش يبقى عباره عن روتين بس وخلاص. تمام تمام. بعد ما انت ما خلصتي بقى الشيفنج وعملتي بقى بالشفره كده وشك تمام، جهزتي نفسك لاي مناسبه، او شهريا او اسبوعيا على حسب ما انت يعني بتعملي الحاجه دي قد ايه، على حسب طبعا بشرتك واستخدامك ليها. عندي ميه الورد دي دايما بعد ما بخلص لازم ان انا اجيب قطنه او منديل واحط فيها جزء من ميه الورد، وبطريقه الطبطبه كده على الوجه تبداي ان انت تعملي وشك كله تمام، القوره بالمناخير عند الفم بالدقن بالخدود، فاهميني؟ وشك كله كامل تمام. بعمله كده بالشكل ده بطريقه الطبطبه، بتقفلي المسام بعد ما انت عامله شيفنج او عامله وشك بمعنى صح تمام. بتقعدي بقى شويه. هنا بقى كنت بقول لكم دي علبه الميك اب بتاعتي، دي من ايام جوازي على فكره، الحاجات دي كلها من ايام جوازي وانا بستخدمها عادي يعني. في حاجات طبعا بتخلص وانا بجيب غيرها، زي طبعا كريمات المرطب، ميه الورد، معرفش ايه الحاجات دي كلها. لكن الحاجات الميك اب دي من ايام جوازي. المهم بعد ما وشي بيهدى شويه من ميه الورد، انا ما بحطش فاونديشن على وشي. يعني انا رايحه مناسبه، غير مناسبه، عندي مناسبه خاصه في البيت، بحط ميك اب. انا بحب دايما افضل ان انا ابقى ببشرتي، من ان انا ما اغيرش في لون بشرتي واحط درجات ومش عارف ايه والكلام ده. وبتعامل ان انا مش عروسه اصلا، يعني انا بحط ميك اب بس كده بيبرز جمالي، ما بحبش الاوفر قوي، انا ما بحبش ان انا افور. فانا بعمل ايه؟ كل اللي بعمله ان انا بعد ما جهزت بقى وشي تماما، بحط بقى ميه ورد، وبعد ميه الورد وتشربه بحط بقى كريم مرطب، اي كريم مرطب انت بتستخدميه، رديء بقى، متوسط، غالي، الكريم اللي انت تفضليه على حسب بشرتك حطيه. حطيت الكريم المرطب، وبعد ما بحط كريم مرطب بتجهزي انت بقى عارفه نفسك انت هتلبسي ايه، فبتجهزي قلم الروج مثلا والميك اب بتاعك على حسب طبعا الالوان اللي انت هتلبسيها. انا طبعا هلبس دلوقتي اللي هو البتنجاني او الموف او البنفسجي على حسب ما انتم بتقولوا. فهبتدي ان انا احط روج بنفسجي، احط فوق الاي شادو فوق العين طبعا درجات، فاهميني؟ البلاشر يكون متقارب، تحاولي انت تنسقي الدنيا على قد ما تقدري تمام تمام. رطبت وشي، وبعد ما رطبت وشي ببتدي بقى ان انا بعد ما برطب بقى الوش ما بحطش بقى فاونديشن تمام، ولا بحط اي سيرم او مثلا مزيل الحاجات دي ولا اي حاجه. هو بس كل اللي بحط اللهم صل على النبي، بحط كونسيلر. فالكونسيلر دوت بحط فيه تحت العين تمام، عشان برضه لو فيها هالات، لو اسمرار حاجه بسيطه. واصلا الاغلبيه ان انا بحطه عشان الاي شادو يثبت فقط لا غير بس. وبحط فوق العين يعني حوالين العين بس كده، وعند منطقه الفم مثلا او اي مكان احس فيه ان انا بهتانه شويه، لوني مش متوحد، فبحاول ان انا اظبط دنيتي بس اكتر لغير يعني، حاجات بسيطه بس. وهتشوفوني في الاخر الميك اب بتاعي عامل ازاي.
تمام. بعد ما خلصت الكونسيلر قلت بقى الحاجات اللي انا هستخدمها معايا هناك، اصلا هناك عند بابا يعني في الفرح والمناسبه وكده، فهركنها على جنب مش هعينها تاني في مكانها يعني وانا شغاله، والحاجات اللي انا مش عايزاها اخليها على جنب. فبدات بقى ان انا احط هنا جزء وهنا جزء. فانا المهم حطيت الكونسيلر، وبعد ما حطيت الكونسيلر طبعا انا قلت احط الروج لون يكون الموف او البنفسجي دوت عشان يبقى طبعا لايق مع الفستان والكلام دوت. فانا حطيت عندي، عارفين يا بنات الاقلام اللي هي تبدي اللي هي بيبقى ليها فرشة كده وبتبقى مط دي، فساعات بتخلص مني، انا مش برميها بخليها، ويجي مثلا روج بيبقى سائل زي كده مثلا في علبة الميك اب حاجة زي كده بستخدمها، فالفرشة بتساعدني. هنا بقول لكم المصحح ده جميل جدا جدا جدا، من يوم ما اتجوزت وانا بستخدمه بصراحة تحفة تحفة تحفة. وبستخدم دايما العلبة البني اكتر، هي واحدة بني وواحدة سودة. فانس الله يسامحه مسكها وراح دلقها فهذا ما تبقى منها يعني هي كانت خلاص بتفضى بس كان فيها كمية كبيرة. هنا بوريكم الفرشة بتاعت الحواجب، انا برسم الحواجب بالفرشة، وممكن ترسميها بالفرشة والقلم الاتنين مع بعض، هوريك القلم دلوقتي برضو. فالمهم ان انا وريتك الفرشة دي بتبقى عاملة كده، بتحطي منها في البودر يعني بتخبطي كده خبطتين عشان لو اي زوايد تنزل ميبقاش واخده كتير، تيجي تحطي على الحاجب يبقى الحاجب عندك مليان مثلا او مش احسن حاجه. تمام. لا تبقى رسمه كده حاجه بسيطه، احنا بنحط نبرز جمالنا، مش ان احنا نحط اللي هو يعني طلعتي وشك كده وتبهدليه، ما بحبش انا الميك اب الكتير. تمام. هنا بعد القلم بتاع الحواجب بيبقى فيه زي مشط كده اللي هي يعني صغيره كده تسرحي بيها الحواجب، بتفرد الشعر بتاع الحواجب واي زوايد من المصحح او من القلم او من اي او مسكره حواجب مثلا بيشيلها لك، فبيخلي لك الحاجه ايه تمام. تمام. هنا بقول لكم دي الفرشه برضو اللي انا بستخدمها للاي شادو، برضو بتحطي الدرجات اللي انت عايزاها، بس دايما لما باجي احط غامق فاتح اي مثلا انا لابسه بامبا او فوشيا، فانا بحط دايما درجات فواتح اللي هي ابيض السكري البيجات، بتحطي الاول عند مجمع العين وبعد كده بتحطي اللون اللي هو الغامق من ورا. وهوريكم دلوقتي فرشه الدمج تدمجي بيها اللونين مع بعض، فتديكي درجات اللي هو اللون الابيض على افتح على افتح على افتح لحد اغمق حاجه عند اخر العين. تمام. وعايزه ايلاينر هتحطي كحل ماشي. تمام. هو ده اللي انا بعمله فقط لا غير. هوريكم دلوقتي الفرشه بتاعه الدمج، حبيت ان انا اشارك معاكم الحاجات بخطواتها كده لعل وعسى حد يستفيد. هنا كنت بقول لكم هي دي الفرشه بتاعه الدمج، بدمج بيها بالشكل دوت رايح جاي لحد ما اللونين يتدخلوا مع بعض، بيديكي تدريجات حلوه جدا. بتبقى يعني ايه بعد ما بتخلصي بتديكي الفينش بيبقى حلو. تمام. هو ده بس اللي انا ايه بستخدمه. ايه يا انس؟ مام حاضر انا في المطبخ وبنعمل مام، انا بسجل بس انا اعمل لك مام طبعا ده انس بيطمن على المام. المهم انا بسلمه النهارده الفرح، يعني الفيديو ده بتاع امبارح اللي هو كانت الحنه، فانا يعني اضطريت ان انا ما انزلكمش حاجه امبارح عشان كنت بصور لحد بالليل. لما انا صورت البيت ان انا في البيت وخلصت وروحت عند ماما وسلمنا ورحبنا، وبعد كده خدنا بعضنا ورحنا عند العروسه واتبسطنا والاولاد اتبسطوا وصورتهم، وقلت بقى اشارك معاكم بقى اللحظات دي. المهم انا خلصت هنا الميك اب زي ما بقول لكم، وهنا نسيت كنت بقول لكم نسيت ان انا اقول لكم البلاشر. البراشر بيبقى درجات برضو في العلبة دي، او انت لو عندك اللي هي الدرجات اللي هي لوحدها استخدميها برضو. من حتى موف احط اللون اللي هو الفوشيا القاتم ده اللي هو تحس ان هو قلب على موفاتي شوية، بحيث ان هو يكون كله متناسق مع بعضه. عامة انا نسيت اصلا ان انا اقول لكم بعتذر على صوتي بس انا كويسه الحمد لله وبقيت احسن من الاول، بس صوتي رايح يعني الصوت بقى رايح. فالمهم انا حطيت الميك اب وخلصته، والحاجه اللي انا ايه هاخدها معايا سبتها ما انتهاش في مكانها، وابتديت بقى ان انا ايه الم بقى الحاجه كده واحده واحده عشان ما انساش حاجه. وبعد كده دخلت بقى البلكونه انا وانس، عملت كده اي حاجه سخنه اشربها. طبعا كان وقتها الاولاد في الحضانه، انا كنت عامله حسابي ان انا همشي على الظهر كده التوك توك هيجيلي، هركب مع الراجل انا وانس والحاجه وهنروح على الحضانه اخد العيال واروح. بصراحه كتر خير وسام قال لي لا استني بالليل اخلص شغل واجيب العربيه يعني ايه واروحي وكده. فاحنا رحنا مع اسامه بالليل، فكان عندي اليوم بطوله بقى ان انا اعمل كل حاجه بقى. فالمهم ان انا ايه عملت حاجه سخنه، اهم حاجه اهتميت بنفسي وحطيت الميك اب. قالوا لي ايه طب انت حاطه الميك اب من بدري وانت مثلا هتمشي على بالليل؟ الوقت بيسرقني وباخد وقت، وببقى طبعا معايا 3 اولاد ببقى عايزه البسهم وهندمهم واروق عليهم كده، فبياخد مني وقت طويل قوي وبيروشوني وده عايز وده عايز وما بيصبروش عليا. اول ما ابدا ان انا البس عايز الكل عايز يلبس، وده عايز كذا وده عايز كذا وده يعيط وده ما اعرفش ايه وده هجيب كذا، وبخاف بقى ان انا انسى حاجه وبنسى نفسي في الاخر وما بقاش يعني على احسن حاجه. فالمهم انا هنا دخلت قلت اصبح عليكم. ايه يا انس؟ مروحه ماشي.
قلت اصبح عليك كده، ويعني ايه اخدت كده الحاجه، وعملت حاجه سخنه زي ما قلت لك، ودخلت البلكونه انا وانس في الروقان كده، والجو كان بصراحه حلو جدا كده. يعني الوقت ده كانت مثلا اقول لكم كانت 11 مثلا او 12 على الظهريه كده، كانت حاجه زي كده. المهم قعدنا نشرب انا وانس، وقعدنا شويه واستجمينا، واتكلمت معاكم كده شويه. وبعد كده ابتديت بقى ان انا ايه، يعني بصراحه ايه، قلت بدل ما اقعد بقى اروق معاكم والم الدنيا، لا يعني اكسر الروتين شويه، ان هو بدل ما يقعد روتين ترويق، خلاص شفتوني قبل كده وانا بنضف بلكونه وبنضف الاوض وعارفين طريقتي خلاص وحفظتوها. فقلت لا انا هنضف الحاجه واشاركها معاكم، بس كده ايه، كل اوضه كده اشاركها معاكم ان انا سايبه الدنيا تمام، ويعني كنسه ومنضفه ومسحه ومروقه، بحيث ان انا بحب ان انا بكون ماشيه ورايحه مكان اروق الدنيا، عشان لما ارجع تكون الدنيا رايقه. يعني انا برجع تعبانه مهلكه بقالي يومين مثلا في مناسبه، في فرح، بسهر بالليل، بنخرج انا واخواتي، بنروح هنا بنروح هنا، فببقى جايه اللي هو انا خلاص كده جايه اللي هو عايزه انام واشبع نوم واصحى بقى اكمل، انا هبتدي بقى ارجع تاني لحياتي وطبيعتي وروتيني ودنيتي وكده. فقلت طبعا ايه، اشرب حاجه سخنه واقعد كده استجم شويه واخد وقت. وبعد كده طبعا انا بشرب عشان خاطر صوتي مش بيطلع بس يا بنات. فالمهم ان انا قلت بقى ايه، بعد بقى ما استجم كده واقعد في البلكونه. نسيت اقول لكم ايه رايكم بقى في الميك اب كده. بصوا يعني هي مش ظاهره قوي الميك اب من قريب، بس طبعا ايه يعني اكيد باين يعني عليا. تمام، حاولت على قد ما اقدر اصلا الرؤيه تكون واضحه على قد ما اقدر، بس طبعا كنت بشرب انس وانا كمان بشرب، وكان هو صحي يعني، فانا عملت له كمان، لان هو كمان يعني هو لاقط مني شويه بس مش احسن حاجه. تمام، يعني مش قوي زيي، بس نومه واخد مني برضو، فانا ملحقاه على طول بالعلاج والادويه والكلام ده، فهو احسن من الاول الحمد لله الحمد لله. دوره خدناه والحمد لله وعدى على خير. المهم ان انا اشارك معاكم اليوم من اوله لاخره. وهنا كنت بقول لكم ان خلاص شربت بقى الحاجه السخنه، قلت بقى ان انا اصور معاكم واروح عند ماما. فكل حاجه صورتها على فكره. لما اسامه يعني قال لي ايه انا هاجي اخدكم، تحس ان هو ريحني اني صورت بقى براحتي وعملت اللي انا عايزاه براحتي وبهداوه كده. يعني انا مرتاحه، مش مخنوقه وانا بشتغل وكده ومستربعه وممكن انسى حاجه زي لو أبقى لوحدي. ماما برتاح طبيعي، الواحده بترتاح لما يكون جوزها معاها، بيبقى شايل برضو هم معاها غير لما كل حاجه بتبقى عليها. المهم انا بقى البلكونه كده خلاص صورتها كده مفيهاش اي حاجه، حتى السجاده كانت موجوده انا لميتها وعينتها، والانتريه الحمد لله هو نضيف اهو مفيهوش اي حاجه، والدنيا معايا تمام. وطفيت النور ودخلت على اوضه الاطفال برضو رتبتها مفيهاش اي حاجه، هي كانت نضيفه اصلا. فانا رتبتها، حطيت بس الهدوم بتاعه الاولاد اللي هم ايه هيلبسوا، يعني يجوا من الحضانه يرتاحوا شويه وياكلوا لقمه، ياكلوا لقمه ويناموا. وقلت يصحوا بقى اشطف والبس بقى، مجهزه لهم الغيارات بتاعتهم. دخلت على اوضه النوم برضو غيرت ملايه السرير وحطيت الملايه القمر دي. الملاية دي انا بعشقها عشق بجد، يعني حاجة مريحة قوي وانتي نايمة، وفي نفس الوقت شياكة قوي في فرش السرير. شايفين الجمال؟ حاجة كده يا تحس ان انتي قاعدة في فندق اصلا، مش في اوضة نومك، انتي في فندق يا بنتي. المهم انا حطيتها زي ما انتوا شايفين كده، وروقت الاوضه برضو. بس يعني ايه فاهميني، كنت كل اوضه كده باخد لكم ايه حاجه سريعه كده. وده كان الغدا، كان عباره عن طاجن باميه باللحمه. كنت مجهزه برضو، عملته على السريع. انا الاكلات اللي انا ببقى طبخاها قبل كده وعاملاها اكتر من مره على القناه، بحاول ان انا اختصرها وبنزل لكم الوصفات بس ان انا بعملها جديده، او هي نفس الوصفه مثلا بس بتركه جديده. لكن طالما هي يعني بصور بس ان هو ايه اعرفكم ان ايه يومي كان ماشي ازاي، من ضمنه احنا اكلنا كذا. فاهميني؟ بعد ما اتغدينا برضو غسلت المواعين كلها الحمد لله اللهم بارك، غسلت كل المواعين والرخامه معايا نظيفه، هي مفيهاش اي حاجه، بحيث ان ابقى سايبه الدنيا حلوه. حتى الصاله برضو روقتها وفرشتها وكنستها ومسحتها، وده كان شكلها. والله يبارك له ويديله الصحه والعافيه يا رب، ويرزقه برزق اولاده يا رب، ويخلي لينا حبيبي اسامه ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب. الاضاءه كانت عندي في الصاله فعلا كانت صعبه قوي قوي قوي. كانت يا بنات اللي هي شايفين السبوتات اللي هي كانت فوق دي كانت معظمها فصلت، فخلت الإضاءة ضعيفة قوي. فكنت لازم أعلي الإضاءة بقى بحاجات تانية، ومنعت التصوير فيها كتير لأن كانت أغلبية تصويري كان فيها. منعت بقى التصوير خالص بسبب الإضاءة، فهو على الإضاءة الحمد لله. حتى بقى الفازة فوق التلاجة والعصا فوق النيش زي ما قلت لكم الحمد لله كل حاجة زي ما هي. ومن ساعة ما خفيت الكركبة دي الدنيا معايا بقت أسهل في الشقة، وبقيت قادرة أسيطر عليها بصراحة بسبب أولادي وكده. فعلا الكركبة بتعمل هم للواحدة.
ده. فالحمد لله ربنا يوسع على الجميع يا رب. المهم هنا بقى كان انس جه بقى ميعاد التلبيس، فلبسته زي ما انتم شايفين كده وسرحت له شعره. كان اول واحد اصلا لبس كان انس، تمام. فلبسته زي ما انتم شايفين، وهنا كان المفروض بيعمل لكم قلب وبيبعت لكم بيبعت لكم يعني بوسات كتير. هنا بقى انا لبست وما كنتش عارفه، وهنا كنت بقول لكم ده شكل الاوت فيت. يعني هو الدريس عباره عن كده، وكنت عامله الطرحه كتف واحد بس من ورا، وما كنتش عارفه اعمل ايه. وهنا كنت باخد رايكم، يعني كنت بكلمكم محدش يرد عليا، بس والله العظيم كنت باخد رايكم. وهي طبعا اياد هو كان لبسته. طبعا دلوقتي اي حاجه فيها شورت في الوقت دوت عشان الجو مش مظبوط، فانا بحاول الفتره دي اي حاجه فيها شورت بلبسها للاولاد، بحيث ان الفتره اللي جايه خلاص ده كله هيتمنع هيتغسل ويتعاد، ان هيبدا الجو يتغير، فمش هينفع ان انا البسه شورت. فلو انت بقى عندك اولاد حاولي بقى الايام دي القط والشورت، لان خلاص الايام اللي جايه مش هينفع تلبسي حاجات تانية زي كده. المهم هنا كنت بقول لكم ان احنا خلاص اسامه جاي في الطريق، لبست انس ولبست الاولاد، ودي كانت شاديه بقى لابسه الطقم الحلو الجميل دوت، وانس كمان. وهنا بقى كنت بقول لكم بقى شكل الفستان عباره عن ايه، وكنت بقول لكم ان انا هصور كل حاجه ومش ناسيه اللي قلت لي عليه. وفعلا سالت ماما وسالت بابا واخدت رايهم، وان شاء الله باذن الله الفيديو اللي بعد ده لما ينزل لكم هتشوفوني انا وماما في القاعه ومع مرات اخويا، يعني صورنا حبه كتير كده. هعرفكم على العيله ان شاء الله باذن الله. النهارده في فرد واحد بس في العيله ظهر معايا، هبقى اقول لكم دوت يبقى مين. اما بقى بالنسبه لنا بقى زي ما انتم شايفين كده، ده بقى الدريس. عايزه بقى محتاجه رايكم بجد، هل كان هو حلو؟ وهل مثلا البندانه والطرحه كده انا كانت الدنيا بالنسبه لي تمام ولا ايه؟ بعد ما قعدت مع شويه كده رحت بقى لبست الدبله ولبست الساعه، وجبت بقى السلسله ديت. قلت بقى ايه اخد رايكم بقى ايه يبقى شكلها ايه، يعني هي كده حلو احلى منطقه بقى الفستان شويه ولا ايه؟ وهي طبعا شاديه واياد وانس كانوا بيعملوا لكم قلوب وبياض وبوسات كتير وبيتنططوا فرحانين لان هم لابسين وباباهم جاي وهنمشي. هنا بقول لكم ان انا لبست الساعه مع الدبله طبعا، والحزام فيه ذهبي، فلبست الاكسسوار دوت. هو كف كده 5 بس هو لونه ذهبي زي ما انتم شايفين. فانا هنا بقول لكم يعني حاسه ان هي نطقت وظهرت الفستان احسن من الاول، او تحس ان هو حاجه كده عاديه. تحس لما بعد ما لبست سبحان الله في حاجات بتكمل حاجات بسيطه بتظهر حاجه كامله كبيره. فتنسوش بقى في اللايك. هنا بقول لكم كنتوا بتصرفوا وبقول لكم فجروا الفيديو من تعليقاتكم ولايكاتكم، وان انا بحبكم في الله واشارك معاكم كل حاجه ان شاء الله باذن الله. فعايزه بقى الفيديو ده يوصل كده لاعلى نسبه من اللايكات والكومنتات حبايب قلبي، وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. ولو انت جديده ما تنسيش بقى في الاشتراك معايا عشان تكبري عيلتنا ونوصل كده وتبقى عيلتنا كبيره، ونبقى كده حبايب اخوات مع بعضينا، وان شاء الله باذن الله اشارك معاكم كل حاجه. اما هنا بقى كنت خلاص كده قفلت معاكم، وهنا انا بقفل فعلا وحرفيا لقيت اسامه بيفتح الباب والله العظيم. هنا خلاص كنا وصلنا عند ماما، انا كده طالعه البيت عند ماما، وانا طالعه بعمل يا تيتا ما حدش يقول لي انت بتقولي كده ليه، بس انا بحب وانا طالعه كده تلاقيني بعمل يا ماما يا تيتا يا ناس اللي فوق انتوا صاحيين انا جيت مش عارفه ليه بس انا دايما بحب كده. المهم انا هنا كنت وصلت خلاص، واختي بقى كانت واقفه على الباب فدخلت، تمام. قعدنا شويه وطبعا ماما عشتنا، وقعدنا مع بابا بقى كان بره، وقعدنا يجي ساعتين 3 كده. وهنا بقى وصلت الرقص مع توت لا بصوا توت اختي كانت هي اللي قاعده، يعني هي اسمها فاطمه، هي كانت قاعده على الكنبه، بس طبعا هي قامت لما لقيتني انا بصور شاديه. بصوا بقى اقول لكم بقى انا الوضع جه ازاي. انا رحت عند ماما، تمام، قعدت معاها شويه، وعلى الساعه 9 كده بالليل اخدنا اسامه قبل ما يمشي ودينا عند الناس. فالحنه عاملينها كده على الضيق، مش في قاعه ومش في شارع، يعني ايه العروسه كده لابسه فستان واصحابها واهلها وجيرانها بنهيص لها. وهنا بقى خالتنا شاديه كانت قاعده بقى ومستجمه كده عماله بترقص بقى، فانا قلت اصورها. بصوا هنا بقى كنت مسرعه الفيديو، هما عمالين يتنططوا بقى، كنا نزلنا في الشارع، الموضوع بقى كبر قوي ونزلنا في الشارع. فقلت بقى ايه اخد لكم كده كام مقطع. واللي هيجي دلوقتي ده ابن اخويا رقم 2، ده الوسطاني، اسمه محمد، فاحنا بنقول له يا حمو ربنا يبارك فيه ويحميه يا رب. فهنا كانوا بيرقصوا صعيدي، وهنا كانوا بقى بيرقصوا مع بعض. فده كان يوم وده كان روتيني، يا رب ينال اعجابكم. ما تنسوش بقى في اللايك والشير مع اصحابكم حبايبكم، واشوفكم على خير فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده. واقول لكم ان انا بحبكم في الله، يا احلى عيله، يا احلى اخوات، يا احلى اخواتي، اغلى حاجه على قلبي. بحبكم في الله. باي باي، بوسات كتير.